أهلا وسهلا. عادة أول يوم في الأسبوع دائما تكون نفسية شوية مدمورة، دوام يعني أول يوم دوام طالع من ويكند وحالتك حالة. عشان كذا بقول لكم سالفة هذا. هذا الولد لما كان عمره 10 سنوات أشتغل في شركة ساعي بريد، يروح ياخذ من شؤون الموظفين الرسائل ويوزعها على الموظفين الأجانب اللي في الشركة. في يوم من الأيام راح يودي بريد لواحد من المهندسين لما كان المكتبة. فلما دخل وأعطاه البريد وهو طالع شاف برادة موية. راح ذا البزر على نياته يبغى يشرب مويه من ذا البرادة، جاه المهندس وكرشه. قال له هذه البرادة حقت المهندسين، روح انت لبرادة العمال. حزت في خاطر ذا الولد. قعدت في نفس ذا البزر وصار حلم حياته انه يكون مهندس. وحط هدف قدام عيونه، حط وعد في نفسه انه يجي يشرب في يوم من الايام من هذه البرادة وهو مهندس. صار يدرس في الليل وفي الصباح يشتغل. الحياة هذيك الأيام كانت مرة صعبة. يعني أنا أتكلم قبل 70 سنة. كمل دراسته، أخذ الثانوية، بعدين التحق في بعثة خاصة في الشركة. راح كمل دراسته في أمريكا، أخذ البكالوريوس في علم الجيولوجيا والماستر في المياه الجوفية. يعني بعد 19 سنة من سالفة البرادة رجع من أمريكا مهندس وشرب من نفس البرادة. حقق حلمه. بس ما انتهت قصته لسه. رجع المهندس علي وصار مهندس قد الدنيا. هذه صورته. واشتغل ومسك مناصب كبيرة في هذه الشركة. مناصب كبيرة مرة في هذه الشركة، حتى وصل أنه يكون رئيس أقوى وأكبر شركة في العالم، أرامكو. هو لما جاء رئيس لهذه الشركة كانت هي أقوى وأكبر شركة في العالم. زائد أنه هو جاء وطور عليها بشكل ملحوظ. حتى صدر أمر ملكي من الملك فهد الله يرحمه بتعيينه وزيرا للبترول. علي النعيمي. قصة نجاح مشرفة. هذا الرجل اللي كان ساعي صغير، ساعي بريد صغير وعامل ما يذكر، دخل التاريخ ولها الآن 23 سنة وهو وزير. من كثر ما هذا الرجل ناجح على مستوى العالم كله. عادة الدول تسمي الشوارع بأسماء رؤساء دول أو ملوك. هذا كوريا سمت شارع باسمه. الجميل في الموضوع أنه هذا الوزير قال أنا أشكر المهندس الأمريكي اللي طردني، لأنه هو اللي حفزني فعلا وأثار غضبي عشان أوصل إلى هذا المكان. يستاهل الضحكة صح؟ كم شخص فينا الآن هو مستاء من عمله؟ أنت تقدر، ما زال قدامك الطريق. تقدر تجتهد إلى آخر يوم في حياتك.